هنجرب النهارده السوشي من عند اكتر مكان كل البورسعيديه اجمعوا ان هو اجمد واحد بيعمل سوشي في بورسعيد كلها. حرفيا يا جماعه كل الكومنتس والريفيو عليه جامده جدا وحقيقه مشجعه قوي، فيلا بينا نجربه سوا النهارده ونشوف هل فعلا المكان ده هيستاهل التجربه وهيطلع اجمد سوشي في بورسعيد ولا لا. يلا بينا نشوف. كافيار لاونج يعتبر براند في السوشي والاكل الاسيوي في بورسعيد. المكان مميز جدا، المكان ليه فرعين، فرع في بورسعيد وفرع في بورفؤاد. تجربتنا هتكون في فرع بورسعيد. الفرع شيك جدا وديكوراته هاديه جدا، وحقيقي المكان كان زحمه قوي والستاف كان ذوق جدا وساعدنا ان احنا نلاقي ترابيزه وظبطوا لنا الترابيزه بتاعتنا، وكمان ساعدونا واحنا بنختار اوردر السوشي بتاعنا. هنا طلبنا الاوردر ومتحمسين للتجربه قوي، واخيرا وصل الاوردر شكله يجنن. احنا طلبنا كومبو 20 قطعه وزودنا 4 قطع من النيجيري. الكومبو كان ميكس من الفرايد والرو، لان انا بحب الرو جدا جدا. الاوردر كان شكله تحفه، ريحه السوشي كانت تجنن. الاوردر كان نازل السخن، البيسز مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، بس البيسز شكلها مظبوط ان هي تتاخد على مره واحده. فانا متحمسه للتجربه ويلا بينا نبدا. اول قطعه سوشي هكون قطعه تنبوره نيجيري، ده عباره عن رز السوشي معاها قطعه جمبري فرايد ملفوف بورق النوري. حجم البيس كويسه بصراحه، شكلها حلو، كانت نازله سخنه والجمبري كان مقلي في وقتها. طعم البيس كان حلو قوي، السوشي كان نظيف جدا ما فيهوش ريحه زفاره خالص. وكمان لما جربت الشريمب مع الصويا صوص بجد كان طعمه خطير. القطعه دي مميزه قوي، لازم تجربوها بجد، عجبتني قوي. نخش على تاني قطعه، ودي تاني قطعه من النيجيري اسمها كوكد اكتوبس، اخطبوط يا جماعه. برده رز السوشي ملفوف في ورق النوري، كان طعمها حلو، بس الفرايد شريمب كانت احلى من الاكتوبس بصراحه، عجبتني جدا. هنخش بقى على الكومبو، ودي اول قطعه في الفرايد، ودي قطعه مميزه جدا اسمها كينج رول. عباره عن رز وفيها سلمون وفيها ورق نوري وفيها جبنه فيلادلفيا وعليها مايونيز وسبايسي مايونيز. بجد القطعه دي مميزه قوي وطعمها خطير، من اكتر القطع في الفرايد اللي ارشحها لكم وبقوه، بجد تحفه والتركيبه بتاعتها مميزه قوي. هنجرب قطعه رو. القطعه دي اسمها يوروماكي سلمون، عباره عن قطعه سلمون. قطعه السلمون محترمه ملفوفه في ورق النوري، ملفوفه في رز السوشي. القطعه مميزه قوي، القطعه حجمها حلو واتاخدت على مره واحده. وكمان لما جربتها مع الصويا صوص بجد خطيره. واحلى حاجه ان في الرو عندهم نظيف جدا وما فيهوش ريحه زفاره خالص. ولو انت ادمنت السوشي هتحب الرو اكتر من الفرايد بمراحل. بجد القطعه دي تحفه. وقطعه السلمون قطعه محترمه، حقيقي القطعه حلوه وعجبتني جدا. القطعه دي برضو قطعه رو اسمها شريمب كراب رول، دي ميكس فيها فرايد شريمب وعليها الكراب بالشكل ده. البيس دي صعبه قوي في اكلها، اكلتها باعجوبه، بس الميكس بتاع الكراب مع الفرايد شريمب كانت حلوه قوي. هنا بصراحه ما قدرتش احط الكراب وقعت في الطبق، فلما جربتها برضو مع الصويا صوص كان طعمها حلو قوي. والسوشي كان طعمه مميز وكانت قطعه مختلفه. الكراب مع الشريمب كانت جامده قوي وعجبتني جدا بصراحه. القطعه دي كانت من ترشيح الستاف وقالوا لنا دي من البيست سيلر عندهم، اسمها فيلادلفيا سلمون رول. فيها قطعه سلمون، فيها جبنه فيلادلفيا، فيها ورق النوري ملفوفه برز السوشي وعليها سلمون تاني وسمسم. حقيقي كان اختيار مميز جدا. السلمون مع الجبنه الفيلادلفيا عامله ميكس خطير، وكمان مع الصويا صوص الميكس ده راح في حته تانية. القطعه دي قطعه رو مميزه قوي، وفعلا ترشيح للستاف كانت جامده جدا. ارشح لكم القطعه دي وبقوه، بجد خطيره. اخر قطعه هنختم بيها تجربه السوشي من كافيار لاونج سبايسي ليمون. دي قطعه فرايد، وده شكل البيس تحس ضخمه شويه، بيبقى فيها قطعه سلمون قطعه كبيره وبيبقى عليها سبايسي ماي وملفوفه في ورق النوري. تحفه يا جماعه بجد، عند كافيار لاونج خطير. كمان لما جربتها مع الصويا صوص بجد تحفه. دي من احلى القطع اللي انا بعشقها في السوشي، دي القطعه اللي ما ينفعش تفوتوها. حقيقي جامده السبايسي ليمون، حقيقي في حته تانية. ودي كانت انواع السوشي اللي انا جربتها المره دي. لو عندكم ترشيحات تانية اكتبوا لي في الكومنتس. واخر حاجه هنختم بيها تجربتنا كوبايه ليمون فريش، كانت جايه في وقتها، طعمه تحفه، اختيار موفق بعد تجربه السوشي. بجد جربوا الكومبو ده وهتدعوا لي جدا. وكان نكون خلصنا تجربه السوشي من كافيار لاونج. يا جماعه تجربه تستاهل التجربه، شايفين الايدين اللي معايا؟ بجد تجربه حلوه قوي وانبسطنا بيها جدا جدا. حقيقه يا جماعه انتوا ما كذبتوش، السوشي من عند كافيار لاونج غير. هستناكم انتوا كمان تجربوا السوشي من عند كافيار لاونج وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. يلا باي، بون ابيتي روني.